تعالى افرجكوا على تركة في الأحجار تخلي حجر العقيق إما عقيق يماني أو إما عقيق سليماني من نفس قطعية الحجر، وافرجكوا كمان على الجمال الرباني. دي قطعة كده شاهد على الجمال والإبداع الرباني سبحانه وتعالى. كده اتفرج على الحلاوة. شوف هنا التفاصيل عاملة ازاي. بس كده يا صديقي في بعدية للحجر، ودي قلنا ان منها كمان نقدر نعرف الأحجار الكريمة الطبيعية من تقليد الإزاز. شوف الحجر مسطح، لكن في بعدية للحجر، في رؤية بعيد للحجر رغم انك شايفه مسطح. شوف اتفرج على التفاصيل والجمال وتدرجات الحجر نفسه، اللي ممكن كل تدرج من دول يكون أخد في تكوينه ملايين السنين. ده باطن الحجر. شوف الجانب، شوف بقى ظهر الحجر عمل ازاي، مختلف تماما، ادى عيون زي السليماني او البقراني بالظبط. شوف كمان جنب الحجر القطعة دي 220 جرام من العقيق الرباني الطبيعي. لو قطعناها بشكل معين، واللي هيعرف الكلام ده مهندسين الرخام، لو قطعناها كده شرايح او سلايز بهذا الشكل هتدينا عقيق بقراني وهتدينا الدواير، ولو قطعناها كده هتدينا عقيق يماني يحمل الخطوط الجميلة دي بأشكالها. تحفة بكل المقاييس. القطعة دي إما هتستخدمها قطعة ديكور في بيتك، على مكتبك، في أوضة نومك، أو على ترابيزة ميدل تيبل أو سايد تيبل، أو تتقطع. لو اتقطعت هيتاخد منها كتير قوي، لكن أنا لما بحصل على قطع طبيعية بهذا الشكل ما بحبش أقطعها على الإطلاق، وبحب أحتفظ بيها على طبيعتها بهذا الجمال. ومساءكم جمال.